لمده ساعه. معانا 140 توقيع من كل صحفيين اخبار اليوم. كل صحفيين اخبار اليوم، الاصدارات، اخبار الادب واخبار الحوادث، بما فيهم رئيس تحرير الاستاذ الفاضل الاستاذ وائل ابو السعود اللي مكان مع شرعيه التغيير، والاخبار واخبار اليوم. معظم الزملاء شايفين ان وجود امال عثمان اصبح يهدد بشكل او باخر الحاله الناعمه اللي كانت موجوده في مؤسسه اخبار اليوم. للاسف احنا بقى في احتقانات غير عاديه في المجله، وده موجود ومحدش ينكر، لان في 6 من مؤيدينها موجودين، على راسهم الاستاذ ايهاب الحضري من مدير التحرير القادم لنا من اخبار الادب منذ عهود قريبه يعني، واصبح مدير تحرير المجله، وهو على عيننا وعلى دماغنا من فوق. وهو الراجل لما كلمناه قال حيدوني، انا ماليش علاقه بالمساله، انا عايز اتحيد، وهكذا. وتستعين ببعض يعني الزملاء الذين تحت التدريب للتنكيل بينا بشكل او باخر، في انهم يكتبوا ورقه مثلا يشتمونا يقولوا ان احنا 19 مش 14، ان انتوا بتكذبوا، مع انهم دول تحت التمرين. احنا نفسنا وقلنا لهم يا جماعه احنا مش عايزين، يعني انتوا الموضوع عندكم برضو تغيير القيادة، يعني المنطق ولن تتنازلوا عن فكرة التغيير مهما حصل. المنطق يقول يقول من اتى بهم صفوة الشريف في نظام باقي فليرحلوا، فليذهبوا جميعا. الف سلام يا اخي. ناتي بناس اخرين مع احترامنا الجميع ليهم، هم فوق دماغنا كلنا. المؤسسات يا استاذ جابر، مع احترامي للاستاذ محمد، المؤسسات مليانه كفاءات ومليانه شباب محترم، يعني سيبك من الكبار، في شباب محترم وسمعته زي الفل، ما يدوا فرصه للناس. هاخد اتكلم عن زميلنا ايهاب اللي جاء من اخبار الادب راح لاخبار النجوم، فهاخد فكره اخبار الادب برضو والتفت الى زميلنا الاستاذ نائل الطوخي. رغم ان الاستاذ مصطفى عبد الله يعني انا كنت بشوف له حوارات في صحيفه الاخبار، راجل متميز جدا في مجال الادب والثقافه والى اخره، لكن قيل لي انه في برضه مشاكل في اخبار الادب. في مشاكل. كم صحفي موجود هناك؟ احنا 14 صحفي. كم صحفي عاملين مشاكل؟ 9 مضربين عن العمل. مضربين فعلا؟ مضربين فعلا، ما بيعملوش. 9 مؤثرين؟ نعم، 9 اعتقد هم الاكثر تاثيرا. قوام المجال هم الاكثر تاثيرا فعلا، يعني هم قوام اخبار الادب التغيير. الاربعه او الاربعه اللي مش مضربين منهم 2 سكرتاري التحرير و2 محررتين، يعني يعني محررتين تانيين يعني ما دخلوش معانا في الاضراب. اللي حصل ان من الاول، يعني هو طبعا استاذ مصطفى جاي من فتره ما تعتبرش فتره بعيده قوي، مش 13 سنه زي استاذ امال. لا استاذ امال قاعد رئيس تحرير موجود في مصر دلوقتي. هو جاي، بس هو جاي من قبل الثوره، لان في بعض في دعايته ضدنا بيستخدم فكره ان انا رئيس تحرير اللي جاءت بيها الثوره وانتوا الثوره المضاده وانتوا اللي عاملين موقعة الجمل و فبس بحب اصحح ان هو جاي من قبل الثوره وعلى ايد صفوة الشريف وعلى ايد النظام السابق وكل حاجه. وده كان والفتره اللي هي يعني الفتره بتاعت الثوره كانت كافيه جدا انها تكشف لنا حاجات كتيره عنه، بالاضافه لما نعرفه سابقا من شغله اللي في الاخبار قبل كده يعني. طبعا يمكن مشكله استاذ مصطفى بالاساس ان هو جاي بعد جمال الغيطاني، تمام، اللي هو هيبقى فيه هو شاسعه جدا، ما اعتقدش ان هو نفسه ممكن ينكرها. وهي اللي عملت، يعني اعتقد ان خلت الموضوع الفرق ده يبقى بارز قوي يعني، لان كان في اسامي كبيره مقترحه، يعني كان في اسم مدام عبله الرويني وده اسم احنا متفقين عليه يعني تقريبا. استاذ مصطفى ما جه الاول ما كنتوش متفقين عليه؟ لا خالص. يعني انتوا عاملين اضراب من امتى؟ عاملين اضراب مثلا من 3 اسابيع. يعني بعد الثوره. بعد الثوره. يعني انتوا قبل الثوره ما عملتوش مشاكل؟ لا ما عملناش مشاكل، كانت لسه يعني قلنا نديله فرصه في عدد ورا الثاني، بس كان واضح ان كان الاعداد مش عاوزه، المستوى التحريري عمال يهبط والتوزيع عمال يقل، ومن ردود الافعال اللي بنقابلها في الشارع الثقافي في مصر وفي القاهره يعني والاقاليم كانت مش مشجعه على الاطلاق. وفي الاخر احنا كنا بنتحط في الصوره ان انتوا ليه موافقين على هذا الرجل. طبعا الشيء اللي كان الاساسي والجوهري في الموضوع ده موضوع الاعلانات، الخلط ما بين سياسه التحرير وسياسه الاعلان. ده طلب منا صراحه واحنا قاعدين في اجتماع ان لو سمحتوا هاتوا اعلانات للجورنان علشان ندعم المؤسسه وندعم الجورنان. طلب من زميل لينا الاستاذ اسامه فاروق اللي هو بيغطي الاثار في الجورنان ان هو يجيب اعلانات من زي حواس بنفسه، وطلب بشكل مباشر جدا. اعلانات من دكتور زي حواس؟ اعلانات من زي حواس.
المهم يعني ده بتاع اثار، هيجيب اعلانات منه ازاي؟ يعني يحاول يتعاون معاه بحيث ان هو يجيب اعلانات. يعني هجيب اعلانات عن رمسيس الثاني يعني؟ يعني انا ما اعرفش صيغه الطلب كانت عامله ازاي، ما كنتش معاهم، بس ده يعني مكتوبه شهاده يعني شهاده اسامه فاروق اللي موقع عليها. يعني اللي انا شفته لما هو بيكلمنا يعني في اجتماع ان هو بيطلب مننا اي حد يعرف اي سكه الاعلانات يجيب، ودي اعتقد حاجه مخله بالميثاق الشرف الصحفي اللي تماما. قدامه يجيب، مش قدامه ما يجيبش، مش الزام. نعم. مش الزام يعني. فكره العرض نفسها، يعني فكره العرض نفسها وان التسويق ده بحيث ان هو يبقى دعم للمؤسسه، فكره العرض مهينه. يعني انا مش عاوز اجيب اعلانات لان انا يعني انا عاوز سياسه التحرير تبقى مفصوله عن سياسه الاعلانات، مش عاوز الاثنين يختلطوا مع بعض. تمام. المشكله ان هو نفسه بيعترف بده. يعني النهارده في حوار في الحياه هو بيتكلم عن ده، يعني بيتم مواجهته بسؤال الاعلانات، فهو بيدافع عن ده وهو مش شايف اي مشكله في الموضوع ده. فانا يعني انا كنت عاوز اسال انا وزملائي هل ده قانوني؟ الخلط ما بين سياسه التحرير والفرض على الصحفيين ان هم يجيبوا اعلانات. يعني وعاوز اتوجه من المكان ده للاستاذ محمد بركات رئيس مجلس الاداره ان هو يفتح تحقيق في الموضوع ده، نعرف هل ده قانوني ولا مش قانوني. لو هو قانوني فاحنا ممكن نفك الاضراب يعني. بس هو يعني هو الاضراب معمول يعني ده الاساسي. بس هو اللي طبعا مساله الاعلانات. الحاجات التانية مثلا تدني مستوى التحرير، ودي حاجه واضحه جدا يعني. اصل انتوا عندكم 9، انت بتقول 14. فالتسعه اغلبيه. طبعا 14 مش كده؟ يعني برضو المساله عند لا احنا اغلبيه الأستاذ برضه، عدوي. احنا اغلبيه برضه، اغلبيه فعليه، لكن هي بتحاول تجملها بشكل او باخر بانها تضم الزملاء اللي هم مغصوب عليهم، اللي هم تحت التمرين، اللي للاسف الشديد لا ناقه لهم ولا جمل في المساله، ولكنها بتصر ان هم يبقوا موجودين. والناس هتعمل ايه؟ يعني انا لما يعني لو كنت تحت التمرين وقدامي فرصه ان انا اتعين، ويا رب كلهم يتعينوا يا رب واحنا نتمنى ذلك، وبتراهن بان احنا يقفوا ضدنا مثلا عشان خاطر يتعينوا، انت موقفهم ايه؟ احنا نفسنا الثمانيه لما قررنا ان احنا نعمل الحركه دي ونعمل ان احنا نتوقف، ما رضيناش ان احنا نخليهم يبقوا في الموقف ده، هي خلتهم للاسف. انتوا استاذ هو نائل بالمناسبه انا كنت عاوز اقول حاجه. احنا 9 من انا اسف من 13 مش من 14. انا حسبت معانا كان في يعني في شخص مترجم اسباني مهم جدا في مصر اسمه احمد عبد اللطيف، هو معانا بس مش معين بقاله سنتين. وطبعا في الدعايه المضاده اللي بيعملها مصطفى عبد الله هو بيهمش دور الشخص ده، وان هو هو بيقول ان هو شغال في سفاره كوبا. الشخص ده الحقيقه احمد عبد اللطيف ده ساب سفاره كوبا، استقال منها عشان يجي يشتغل لاخبار الادب. انا عايز التسعه اللي معاكم. نعم الاسامي في طارق الطاهر، محمد شعير، منصور عز الدين، حسن عبد الموجود، احمد ناجي، احمد وائل، اسامه فاروق، ونائل الطوخي. انا عايز اقول لحضرتك ان الاتهامات المضاده. طب معلش يا عدوي، انتوا قدمتوا ورقه مثلا لرئيس مجلس الاداره ولا بعتنا لرئيس مجلس الاداره وبعتنا لعصام شرف وبعتنا للمجلس العسكري، مطالبين برضو بالتغيير. مطالبين بالتغيير، وبنقترح اسم عبله الرويني اللي هو الاسم اللي مجتمعين عليه كلنا. طب انتوا الاضراب ده عملتوا بيه محضر وكده في الشرطه الاضراب؟ لا الشرطه لا ما عملناش. ما ابلغوا رئيس مجلس الاداره. ابلغنا رئيس مجلس الاداره وابلغنا المجلس العسكري. طب ما بتشتغلوش خالص؟ لا ما بنشتغلش. بقالكم قد ايه؟ 3 اسابيع. بقالنا 3 اسابيع. هو بيستعين علينا بالناس من بره، يعني ناس من طب كان رد فعله ايه الاستاذ مصطفى عليكم؟ رد فعل يعني ما انتوا بتقولوا مثلا احنا مضروبين وبتاع وكلام ده هنضرب او كان رده يعني. هو اول حاجه شفته فيها كان في اجتماعنا مع رئيس مجلس الاداره، وتم مواجهته. وهو اعتبر يعني رئيس مجلس الاداره حاول يوصل معانا لصيغه، بس تم رفضها من الجانبين. يعني صيغه زي صيغه وسط، احنا مصرين على مطالبنا. وهو شايف ان هو مصطفى عبد الله شايف ان هو مش عاوز يستقيل او ما ينفعش يستقيل او يعني 9 من عندكم من مضربين متوقفين عن العمل. هو بالمناسبه بيستعين علينا في ناس بيكتبوا معاه من يعني فني كمبيوتر مثلا، بيحرر عنده اخبار دلوقتي، ناس من الاهالي وناس من ادب ونقد وناس من اللواء الاسلامي بيحرروا معاه اخبار على اساس ان هم يحاولوا يطلعوا الجورنان. فطبعا الجورنان كل مدى بينهار اكتر. لا يعني كلمه متفق معاك على انه في ناس من بره المؤسسه لازم اوريدي يكونوا موجودين جوه الجورنان، على اساس هم الجورنان لان كنتوا 9 فقوه كبيره في مكان فيه 14 واحد ولا 13 واحد، فلازم هو هيستعين، مش ممكن. ما طبعا هو بس هو فكره الديمقراطيه انك بتستجيب للاغلبيه.
وعدم الاستقرار ده برضو ما هو هو انا نفسي نستجيب للاغلبيه. الاغلبيه المطلقه يا ريت المطلقه استجيبوا مش للاغلبيه. الشعب يريد التغيير. يا ريت الناس تستجيب للاغلبيه، لكن للاسف الناس بتحاول بشتى الطرق انها تفضل على كراسيها، مش عارفين ايه اللي ناقص تاني يعملوا. انا هاخد كلمه اخيره. استاذ علي، اخر كلمه يعني كلمه اخيره توجهها انا بس عايز استحضرني سوي. دلوقتي الاستاذ رجاء النقاش الله يرحمه. هو كان كاتب وناقد محترم ويشهد به الوسط الفني والثقافي والادبي. هذا الرجل خلى لمجله الكواكب فعلا احترام وكيان يا استاذ جابر، اقسم بالله العظيم يا اخي زي ما بقول لك انا كده. الاستاذ فوزي قال استلم المجله وهي عليها ديون اكتر من انا ماليش 750 الف علاقه جنيه. بالديون، ودلوقتي بقى انا ليه علاقه 160,000 النهارده جنيه. المجله موضوع النهارده الديون المجله ايام رجاء النقاش كانت بتوزع 40,000 نسخه. النهارده المجله ما كملتش 600 نسخه مع احترامي. طيب خلينا الكلمه ما الأخيرة. كملتش 600. مش عايز اقول بس الرقم بقى اقل من 600 كمان. انا عايز بس اقول 600 لحضرتك نسخة؟ 600 نسخه. انا بقول لك من واقع التوزيع، والتوزيع ده بيبقى موجود على مكتب الاستاذ حلمي النملي من رئيس مجلس الاداره. طيب كلمتك. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الفنان زمان السيده العظيمه فاتن حمامه في اخر مسلسل عملته حصل نوع من الهجوم من حد من اللي المسلسل. هو وجه القمر تقريبا. الله يفتح عليك. من حد مش هقول لك من مين. المخرج لكن هو اللي مغششها دي. ما انت عارف بقى حضرتك، بنشكره. ما انا عندي زهايمر دلوقتي من العذاب اللي انا فيه. اتصلت بيا حضرتك، هي بتتصل بالاستاذ رجاء النقاش. فالاستاذ رجاء النقاش من النوع اللي عنده خجل وادب واحترام، ما بيردش على اي فنان ايا كان. ممكن يبقى موجود طيب وتتصل. انا بس الرساله عشان الثواني قد يعني اقول لحضرتك ايه. قالت لي فين الاستاذ رجاء النقاش يا استاذ علي؟ قلت لها هو مش موجود يا استاذه فاتن. اموريني حضرتك قولي له بس ان فاتن عايزاك تكلمها علشان خاطر عندها مشكله. قلت لها طب قولي لي المشكله ايه؟ قالت لي في هجوم عليا من الصحافه المصريه ما اعرفش الحساب مين. هو انا مش بنت مصر. اول ما جه الاستاذ رجاء النقاش قلت له يا استاذ رجاء، السيده العظيمه فاتن حمامه ربنا يديها الصحه ويمتعها بالسعاده هي وشاديه سالت عليه يعني سالت على حضرتك. قال لي قالت ايه يا علي؟ قلت له حضرتك بتقول ان كذا في كذا ناس كذا كذا بتهاجم والنبي انت مصر وبتاع كده. قال لي علي فورا لازم نعمل عدد خاص تكريما لهذه السيده، لان مجله الكواكب دي مجله الفنان المصري والعربي. هذا هو رجاء النقاش الله يرحمه. استاذ جابر، احنا في النهايه احنا بنناشد الساده المسؤولين عن ملف الصحافه في مصر، الدكتور يحيى الجمل هو الظاهر لنا، وقيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحه. تمام. والدكتور الفن دي حاجه مهمه برضو، لازم ينتبهوا لهذه البؤر الموجوده في الصحافه المصريه والفنيه التي يجب التخلص منها بشكل او باخر. لازم حل هذه المشاكل، لان المساله وصلت الى احتقانات ربما تسبب ما هو اكثر ازعاجا من اللي حاصل الان.